2011 خاض هؤلاء الشباب معركة طويلة لأجل الوصول إلى قلب ميدان التحرير بوسط القاهرة. كانت التظاهرات قد بدأت قبل 3 أيام، إلا أن اليوم ولأنه الجمعة فقد اكتسب أهمية أكبر. داخل الميدان كان بحوزة كل شاب منهم لافتة كتب عليها مطالبه، والتي وإن تجمعت تعني في النهاية أن الشعب يريد إسقاط النظام. بعض هذه اللافتات اهتمت بالإعلام الرسمي بشكل خاص، ويبدو أن شيئا ما في أداء أجهزة الإعلام الرسمية جعل هؤلاء يعتبرون سقوطه جزءا من سقوط نظام ما عادوا يحتملونه. في هذا الفيلم نخوض رحلة بحث حول الأسلوب الذي تعاطت به أجهزة الإعلام المصرية الرسمية مع أحداث ستعرف فيما بعد باسم ثورة 25 من يناير. يصحبنا في هذه الرحلة مواد أرشيفية عديدة بثت جميعها على شاشات التلفاز الرسمي، قدمته في محاولة استفادة مئات من الشباب، وصفحات جرائد قومية نشرت بالفعل خلال أيام الثورة الأولى، ونضع ما جمعنا من صور وصحف بين أيدي خبراء وشهود لهم علاقة وثيقة بهذه الصناعة، صناعة الإعلام التي اعتبرها الثوار خلال ثورتهم صناعة للكذب. هذه لائحة من 10 خطوات استخدمها الإعلام الرسمي خلال تغطيته للأحداث، تم إعدادها عبر فريق من الباحثين والمراقبين بعد مراقبة ومشاهدة لعشرات الساعات التلفزيونية وعدة مئات من صفحات الجرائد والمجلات، ويعتقد أن الإعلام الرسمي استخدمها كلها في فترة لم تتجاوز 18 يوما. استبق الأحداث. ثورة هناك في تونس هزت نظام مبارك، فخرجت أجهزته الإعلامية مؤكدة أن ما حدث هناك لا يمكن أن يحدث ها هنا في مصر. الإعلام عندما يستبق الأحداث يملك زمام المبادرة في تأكيد على مبادئ معينة، فيؤكد مثلا أن مصر ليست تونس، وأن الرئيس مبارك ليس كالرئيس علي زين العابدين. كان كل همهم في هذا الوقت هو أن يقدموا التجربة التونسية على أنها تجربة فارقة ومحدودة وليست لها أي تداعيات على بقية الأنظمة وخصوصا النظام المصري. وأنا فهمتكم يا نعم، أنا فهمتكم. يا تواسة ما عادش خوف، بان عليها رب، بان عليها رب الشعب التونسي. إنجاز عظيم للوطن العربي وبداية مبشرة لأي حاجة ممكن تحصل. فرحت التلفزيون، فين الأخبار؟ جابوا الأخبار، ما فيش ولا خبر عن تونس، ولا خبر عن تونس، ولا كأن في حاجة بتحصل في تونس. ايه؟ قالوا لا بلاش نتكلم عن الحكايه ديت، تونس غير مصر، والنغمه اللي مشيت 10 ايام دي في البلد، مصر مش تونس ومبارك مش بن علي. فطبعا بدانا نقول الاخبار انا وزميلتي منى الشرقاوي، وبعدين خلصنا الاخبار فقالت فاصل، قلت لا استني، ورحت متكلم عن تونس وقلت انه الشعر العظيم بتاع ابو القاسم الشابي، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر. نطلع فاصل بقى؟ لا قبل الفاصل بس نحيي الشعب التونسي تحية خاصة. ثورة لابد أن نسجل تاريخيا أن احنا عشنا لحظة عربية تاريخية أعتقد يمكن ما نعيشهاش تاني. معركة أخرى تلوح في الأفق، دعوات للتظاهر في عيد الشرطة. قم بالتحضير جيدا لهذه المعركة واستبق ما يخططون له برسائل واضحة وقوية. عندما يكون هناك احتفال بعيد الشرطة ويتزامن معه عملية القبض على مجموعة من مرتكبي مثلا انفجار لكنيسة أو لحادث إرهابي أو إلى آخره، هذا الأمر يمثل ابتهاجا بالعيد وصورة ذهنية إيجابية لصالح المؤسسة التي يفترض أن لها دورا كبيرا في كشف الإجرام والإرهاب. إن الجريمة الإرهابية
التي روعت الإسكندرية مع بدء العام الميلادي. هذا صوت حبيب العدلي وزير الداخلية الأخير في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقد اختار الاحتفال بعيد الشرطة قبل يومين من موعده. سيقول كلاما كثيرا حول القبض على تنظيم إرهابي تابع للقاعدة، وسيثني الرئيس على نجاح وزير داخليته في رسالة واضحة للشعب: نحن أقوياء ولدينا من الأعداء 1000. ارتعدت فرائث النظام الساقط في مصر، ومن هنا بدأ يحاول أن يدعي العكس، ربما يدعي أنه أكثر تماسكا، يدعي أنه قادر على مواجهة هذه المخاطر، بل أيضا يحاول أن يقوم بحملة ترويج وعلاقات عامة من أجل تثبيت دعائمه. كان الرئيس مبارك قد قام صباح اليوم بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء كما قام سيادته بتكريم عدد من قيادات الشرطة. ناس بتحبها وتعيش لها. أولا سلمت يا مبارك. أوامر سيادتك يا فندم. كانت هذه هي صورة ضابط الشرطة في الإعلام، أما عما كان عليه الوضع في الشارع فتلك قصة أخرى. ما كانش فيه إمكانية للتفرقة بين حبيب العدلي وأنس الفقي، إن هم كانوا واجهين عملة واحدة أو جزء رئيسي من جهاز الأمن كان بيتجه إلى الشارع والضرب والمتابعة ومواجهة المظاهرات، وكان جهاز الإعلام أنس الفقي بقيادته كان بيعتقد أنه الذراع الأقوى كمان من وزارة الداخلية. أتصور أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي كان يعرف جيدا أن هذه المنظومة يجب أن تكون في خدمة شخص واحد هو الرئيس السابق حسني مبارك، ولاحقا أصبحت في خدمة مشروع واحد هو مشروع التوريث للسيد جمال مبارك نجل الرئيس السابق. وبالتالي أعتقد أنه أنس الفقي كان لديه بيان رؤية وبيان مهمة واضح جدا، هو أن يغير هذه المنظومة الكبيرة من أجل خدمة مشروع التوريث. يقود هذه الهجمة الإعلامية أنس الفقي، آخر وزير إعلام في حقبة مبارك، الذي ظل داخل هذه القلعة المسماة ماسبيرو منذ بداية الأحداث وحتى نهايتها التي حملت معها نهايته هو. هول لا تترك الشعب يعتقد أنها مجرد أحداث عادية. امنح أعداءك قوة خارقة، اجعلهم أشرارا خطرين ممولين من الخارج، ووجه أصابعك تجاه أعدائك المحتملين في دول العالم. شعبك طيب ويشعر عادة بالخطر إذا أشعرته به. مصر النهاردة حالتها مختلفة، الدنيا مقلوبة، العالم العربي بيتلعب فيه. على لسان وزير الداخلية حبيب العدلي قال احنا هنسمح بالمظاهرات وهنرعاها وهنحمي المتظاهرين كمان. النهارده كان عيد الشرطة ومش عايزين ندنس هذا اليوم. امن نفسه النهارده تحس ان هو خايف على البلد. كان سهل جدا من اول ساعة ان الامن يتصرف بنوع من الغشومية. من الاساليب اللي بيستخدمها الاعلام القوالب المصبوبة او الانماط الجامدة، وربط كثير من الممارسات والاحداث بالجماعة المحظورة، بالإرهابيين. مين اللي دخل وبدأت المسألة يبقى فيها اشتباك مع الشرطة
مين اللي كسر محلات في ميدان التحرير؟ اجتهادي ربما يكون ده التنظيم العالمي للإخوان. الوزير طلب مني الآتي، ان انا اطلع اقول ان دي مظاهرات مشروعه ومش عارف ايه، مفيش مانع ان انا اقول الكلام ده كله، لكن اجي عند نقطه المظاهرات واقول ان دي مظاهرات كانت شبابيه كويسه، وبعدين اندس عناصر وعناصر الاخوان المسلمين هي اللي عملت كده وكذا وكذا وكذا، محاوله لتشويه ما فعله الشباب. انا مسؤول عن كل كلمه قلتها يوم 25. لما يحصل يوم 25 وينزل الشباب ثم يقرر الإخوان بتعليمات من مكتب الإرشاد انزلوا يا شباب وكونوا مجموعات جوه التحرير، ما ينفعش اسكت بقى واقول لك لا والله الشباب بس هم اللي موجودين. لا، الإخوان. الاتفاق بيني وبينهم انه لو في حاجه هم عايزين يقولوها عن طريق مذيع او مذيع اخر زميل لينا في البرنامج. انما انا لو عايز اقول حاجه ممكن ما اقولهاش، كنت بسكت في مقابل ان انا ما اقولش حاجه انا مش عايز اقولها. انا المعلومات اللي وصلتني من مصادرنا ومن فريق المعدين والتحرير اللي عندي قلتها بمنتهى الأمانة والموضوعية دون تدخل مني حذفا ولا إضافة، لا يمينا ولا يسارا، لا تحيزا ولا محاربة. في اللحظة دي مطلوب منك أن تأخذ قرار فوري، فقرار الفوري أن أنا أكون مع الثوار، وزي ما هيرسي عليهم يرسي عليا. إحنا لا كنا ضد الثورة ولا كنا أيضا مع الثورة. ليه؟ لأن أنا شايف أن الإعلام لا يجب أن يكون مائلا لأي من الجهات. أنا جهة ناقلة وعارضة ولست جهة محرضة. ما ينفعش في الحاجات دي ماسك العصاية من النص، ما أنا كنت ممكن أطلع يوم الأربعاء وأمسك العصاية من النص، نقول كلمتين حلوين كده وأمشي الحال. لا، ما كانش يمشي الحال خالص. جالي رسالة من مانيلا ومن أفغانستان بيقول تحركوا هبوا يا المصريون. أنتوا مين؟ مصر النهارده بنحلم لبكره. أصدر الحاكم العسكري قرارا بحظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس من الساعة 6 مساء حتى 7 صباحا اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 28 من يناير 2011 ولحين إشعار آخر. هون الناس تحبك وأقدامك راسخة وأهرامك قوية لا تزعزعها ثورة. يوم 26 يناير طبعا كان هناك كارثة مهنية زي ما وصفها زملائنا الصحفيين في كل الصحف وليس في الأهرام فقط، انه يبقى عندك احداث مهمة في البلد في مصر، احداث محلية، مظاهرات تقدر بعشرات الالاف، ويطلع منشط الأهرام الرئيسي عن احداث في لبنان. يعني كانت هذه نكتة وليست منشط. يعني من الاساليب التي كانت تلجأ لها بعض الصحف القومية في هذا المجال انه يبحث عن حدث فيعظمه ويجعله هو المنشط الرئيسي في الجريدة اليومية. يجلس عبد الله كمال في مكتبه بمؤسسة روزا اليوسف كرئيس للتحرير ونائب في مجلس الشورى، مدركا أهمية سلاح الإنترنت، فيستخدمه في نشر آرائه في الثورة الوشيكة، وكأنه يرفض أن يصدق أن أذنيه تنقل له بالفعل هتاف الغاضبين. حين كتبت على تويتر يوم الثلاثاء 25 يناير 1 ظهرا أن عدد المتجمهرين عند دار القضاء العالي هم 200 شخص، كان هذا هو رقم بالفعل. فيما بعد أنا لم أتواصل مع تويتر إلا في منتصف أو في حوالي نهاية الأسبوع الأول من فبراير نتيجة لأمور مختلفة. لا يوجد مشهد واحد في الأحداث ما بين 25 يناير و11 فبراير كان يمكن توقعه حتى أحيانا من بين فاعليه. داخل المبنى الضخم القريب من ميدان التحرير والذي تسمع فيه بوضوح أصوات التظاهرات،
كانت الشاشة تخبر الجماهير بقصة مختلفة تماما. في ميدان التحرير كان عندي شيفت في قناة النيل الأخبار، كنت بقرأ النشرة على رأس كل ساعة، وكنت بكرر جملة في بداية كل نشرة، هي جملة عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة. الحقيقة أن الجملة دي عمري ما هنساها في حياتي، يعني كنت حاسة أن أنا أداة للكذب. كان ده شيء صعب. ولمتابعة المشهد في ميدان التحرير ينضم إليه. تمكنت قوات السياسة التي تمر بها. قبل ما اروح اقول اخر نشرة في ذلك اليوم، يوم 26 يناير، كانت تحديدا نشرة الساعة 6 مساء، رحت اتكلمت مع المسؤول عن نشرات الأخبار. سألته، قلت له يعني يا أخي أرجوك أستحلفك بالله، يعني أرجوك غيره الكلام اللي احنا بنقوله ده. فقال لي أنا متأسف جدا، اتفضلي روحي قولي النشرة زي ما هي مكتوبة. فرحت قلت النشرة، وقلت عاد الهدوء إلى شوارع القاهرة. برضو كانت القاهرة بتشتعل وبتزداد اشتعالا، بل وعبال ما خلصت نشرة الساعة 6 يومها جم الزملاء أخبروني أنه أبواب مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون قد أغلقت. كنت على يقين بيني وبين نفسي أن أنا يعني مش عايزة أؤدي هذا الدور مرة أخرى، فقررت أن لا أعود لموقعي. بنروح الميدان التحرير وبنشوف اللي بيحصل قدامنا، وكنا بيجي نلاقي الجرايد بتقول حاجه تانية خالص، ومنها الاهرام طبعا. يبقى في مظاهره مليونيه في الشارع، والناس تتكلم عن 3 4 او بضع الاف من المتظاهرين. استخدام الكلمات ذات الحموله، بمعنى using overloaded words، او بمعنى انه لدي مثلا 150 شخص يتظاهرون في ساحه ميدان مصطفى محمود، فيتظاهر الالاف في ساحه مصطفى محمود. لدي 150 ألفا في ميدان التحرير، فتظاهر الآلاف. فال150 شخصا أصبحوا آلافا، وال150 ألفا أصبحوا أيضا آلاف. الأخ في صحيفة الجمهورية رئيس التحرير وكأنه عدهم بالواحد، قال أنه 300 متظاهر في القاهرة و200 في الإسكندرية وعشرات في المحافظات. هناك نمط انحياز آخر بتحريك الكاميرا. الكاميرا يمكن أن تظهر مجموعة من 30 شخصا على أنهم مئات، ويمكن أن تظهر مجموعة من 100,000 على أنهم أيضا مئات. هنا اتخاذ وضع معين بالكاميرا يستطيع أن يعطي انطباعا معينا للمشاهدين. بعد 28 يناير واضح أن خطوط الاتصال انقطعت بين محركي هذه الصحف في مطبخ النظام وبين هذه الصحف، فكان الاجتهاد الكوميدي، يعني دخلنا في مرحلة الارتجال، يعني فرأينا العجاب كما شاهدناه على شاشات التلفزيون الرسمي عندما كان هناك 1,000,000 مواطن في ميدان التحرير، وكاميرا التلفزيون لم ترى إلا 400 واحد، وكانت ترى السمك في نهر النيل يتراقص ويكاد يهتف بتأييدا لمبارك، والجو الرائع والنسيم العليل وما إلى ذلك. وطلب مننا، معلش خلي بعض الامور هتبقى للمجهول، نقول قول ان ميدان التحرير فاضي. وكان وجهه نظرنا لا ينبغي ان تكون هناك مظاهرات في التحرير، لان مظاهرات في التحرير معناها انك هتولع الدنيا. مظاهرات في التحرير معناها انها صدام قادم لا محال. اذا عمليه الكذب والخداع والمبالغه في صوره النظام والتهوين من اعدائه او معارضيه تمثل آلية تستخدم بكثره في النظم الاعلاميه التسلطيه. أفزعهم. إن كان لابد من ثورة فأعلمهم أن الثورة ليست سهلة، وأن الرعب كبير والخطر أكبر. بوابة السجن تفتح وكرات النار في طريقها إلى قلب ميدان التظاهر. شفت ناس عرب ولهجتهم مش مصرية، ناس مدربة تدريب عالي، ناس اللي جايه بتعمل ايه، ناس مسلحة. مع
جمعة الغضب الثانية بدأت المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الترويع وإثارة الذعر. تحولت هذه المنظومة العملاقة بكل أذرعتها، سواء كانت صحفية أو إلكترونية أو تلفزيونية أو إذاعية، للأسف الشديد إلى صندوق لبث الذعر في نفوس المواطنين المصريين. كان في بالفعل مبالغة شديدة في إظهار الانفلات الأمني. الانفلات الأمني يمكن ظهر بعد كده بفترة طويلة، يمكن حتى بعد التنحي، اللي هو الانفلات الطبيعي اللي بعد الثورات او تغيير انظمه الحكم. لكن هو في الوقت ده ما كانش انفلات، لان كانت الناس مرهقه، في حاله ترقب، في حاله خوف. الشباب كله في الشارع وبالملايين، الشوارع كلها مليئه بالناس، كان من الصعب يحصل. بدا التلفزيون اظن باجهزه الاعلام تتعامل على انه تحاول ارهاب الناس وتخويفهم بانه في انفلات امني. صوره قاتمه استيقظ عليها المصريون اليوم، أعمال سلب ونهب قضت على الأخضر واليابس. للأسف الشديد والواحد حزين أنه بيعرض ده على تلفزيون الدولة، ونرجو ألا يعني يروع الآمنين، ولكن حتى لا تشاهدونها على تلفزيونات أخرى. مجموعة من الشباب دخلوا معاهم عصي بيكسروا مترو أنفاق. تبع مين دول؟ مين وراهم؟ في الوقت الذي كانت فيه بعض العناصر التي يمكن أن تكون تابعة لنظام السابق تحاول أن تحدث ارتباكا واضطرابا أمنيا في الواقع في الشارع، كانت وسائل الإعلام التابعة للدولة تلتقط هذه الأحداث وتضخم منها لكي تصور الأمر على أن مصر غرقت في الفوضى، وهذا الأمر لم يكن صحيح. اللي مش قادرة أفهمه من هذه الصور واللقطات، يعني هم دي مالهاش دعوه بالتظاهر، انا مش فاهمه هم بيكسروا ليه؟ تزامن مع حاله غياب امني، لان ليه؟ الامن مركز على المظاهره. طيب دي شحنه تخريبيه. وبص المواطن واقف مرعوبين ازاي الناس فوق. طلعت مكنه اعلاميه بتشغل ناس موظفين في التلفزيونات او في المحطات، هم اللي يتصلوا بالتليفون يقولوا انا قاعد في بيتنا مش قادر اخرج، انا البلطجيه تحتي. سيدات يتصلن عبر اقنيه التلفزيون ولا نعرف من اين جاءوا في الواقع، يتحدثن عن عمليات اغتصاب او اطلاق نار عشوائي في شوارع القاهره، وبالتالي يتم الربط بين غياب الامن واسقاط النظام. انشروا اخبار الانفلات الامني في كل مكان، فبيوت ومتاجر تسرق وسيدات تغتصبن ومتاحف تنهب. مخربين اقتحموا المتحف امس باعداد كبيره، وتمكنوا من سرقه الفاترينات الخاصه ببيت الهدايا وسرقه عدد من التماثيل الاثريه واجزاء من المومياوات. صرح مصدر امني ان تمادي عناصر الشغب بمدينه السويس والتي تحركها كوادر من عناصر من اعمال النهب والتدمير والحرق والاعتداء على الممتلكات العامه. قام باغتصاب طفله صغيره خلال. اعلن البنك المركزي انه تقرر تعطيل البنوك غدا الثلاثاء تجنبا لاعمال الشغب. مبهدلين اخر بهدله، ومفيش عسكري امن ولا في عسكري من الجيش، والعيال عمالين يعيطوا، كل واحد ماسك له سكينه لو انت قاعد في بيتك والثوره في الشارع كويس، وجالك التلفزيون الرسمي بتاعك اللي انت بتصدقه كويس، والناس ما بتصدقوش عموما الحمد لله، انما الناس افترضت الناس بتصدقه، وقلت لهم ان في ناس بتطلع بسنج ومطوع على الشقق، هتتلبش ولا لا؟ يبقى ده خطأ؟ لا مش خطأ. سيناريو التخويف والبلطجة ده اللي كان طبعا دي كان شيء واضح جدا انه كان الاهرام وكمان التلفزيون فكرة ترويع المواطنين بناء على تعليمات من شؤون الرئاسة والمستفيدين من النظام، يا احنا الخراب، فلازم لابد من ترويع المواطنين. تعليق البورصة واغلاق البنوك لمصلحة من؟ يعني البورصة خسرت الأسبوع اللي فات مليارات، وبعدين لازالت الإغلاق في حد ذاته هو خسارة، والمشكلة أن هذه الفلوس السيولة دي هي اللي بتتداول في السوق، اللي بتديها للبقال والجزار وما إلى ذلك. هذه الوقفة المعطلة لمصر في ميدان التحرير، الناس دي مش مدركة الموقف. بدأ اللعب على موضوع الاقتصاد، وخرجت الأحاديث عن إفلاس مصر. يعني دولة زي الدولة اللبنانية انخرطت في حرب أهلية لمدة 15 سنة ولم تفلس. دولة مثل مصر لديها احتياطي نقدي يفوق 30 مليار دولار، ولديها أنشطة اقتصادية كبيرة، ولديها تحويلات عاملين من الخارج، تفلس لمجرد قيام ثورة لم ندفع فيها أثمانا كبيرة على أي حال في خلال شهرين أو ثلاثة. هذه مسألة عجيبة جدا. فمن موضوع ثورة شبابية
إلى موضوع غرق البلاد في الفوضى، إلى موضوع بلاد على شفا الإفلاس ولن نجد السلع الاستراتيجية. هذه مسائل كلها كانت تأويلات تريد أن تأخذ الجمهور المصري إلى أفكار معينة. يبدو أن شجاعة المتظاهرين وصمودهم في الميدان قد أحبط كل الخطط، وهو ما استدعى تحركا فوريا لمحاولة إخلاء الميدان. عاجل من التلفزيون المصري بضرورة إخلاء الميدان على الفور، وذلك حرصا على سلامة الجميع. فقد وردنا أن هناك عناصر إثارية تتجه الآن إلى الميدان وبحوزتهم كرات من النار، وهم يريدون حرق. كل المصادر والجهات اللي بتدير البلد بأشكالها المختلفة بتقول إن في كرات نار رايحة. انا واجب عليا، انت لو مكاني واشتغلت ازاي مع الجهات دي بعد كده بعد ما كانت بتكذب عليك؟ لا هي ما كانتش بتكذب في لحظه، هنا في جهه بتكذب وجهات كذب عليا في المساله دي كلها. حينما يعني تكون هناك امور خطيره، فإن القائمين على غرف التحرير أو القائمين على إدارة التغطيات الخبرية في وسائل الإعلام التابعة للدولة ومنها التلفزيون الرسمي يلجؤون إلى أشخاص ذوي ثقة ومن الذين يتحلون بخبرات طويلة، وبالتالي لم يكن متاحا لأي شخص أن يظهر على هذا الهواء أو ذاك إلا لو كان تم اختباره سابقا. كان في مجموعة واضحة جدا مختارة من المذيعين على بأسماء محددة سموا بمذيعي الهواء الآمن. إذن في هواء لابد أن يكون آمن، ومن يستطيعون تأمينه هي مجموعة الأسماء دي. شتت وشوه. بعد أن قمت بواجبك في الترويع والتخويف، حان الوقت لتوجيه ضربات مباشرة. استدر ناحية الثوار أنفسهم وابدأ حربك عليهم. قبل الهجوم قم ببعض المراوغات وإلقاء بعض قنابل الدخان، فهذا يساعد في كسب بعض الوقت. استخدم سيناريوهات متناقضة. إصلاح للنظام وليس إسقاطه. الرئيس استجاب للمطالب فلا داعي للاستمرار في التظاهر، وقم بتكثيف هذا الكلام وترديده بلا انقطاع. يعني انت كان تفكيرك اسقاط النظام ولا اصلاح النظام؟ لا، اصلاح النظام. الشعب يريد اصلاح النظام. عندنا رئيس حريص علينا فلنعطيه فرصة ولنتعامل معه بكرم الاخلاق. في خد وهات، انا اديتكم الطلبات سيبونا اكمل مدتي. من النماذج العجيبة جدا في محاولة اجهاض هذه الثورة أن الأستاذ عماد الدين أديب مثلا خرج في أولا هو كان مقررا على كل البرامج التكشوء المسائية في مصر. تخشى أن تفتح أي شيء فيظهر لك عماد الدين أديب. أستاذ عماد أهلا بيك، شرفتني وأنا سعيد معنا النهارده الكاتب الكبير الأستاذ عماد الدين أديب. أهلا بيك أستاذ عماد. أهلا بيك. للمرة الثانية في ظرف 48 ساعة بشكرك جدا وبرحب بيك يا أستاذ عماد على وجودك معايا. بحب محمد حسني مبارك. يا اخي انت من القليلين اللي بيقولوا الجمله دي اليومين دول، وهقولها دلوقتي وهقولها دايما. احنا دلوقتي ما بنتكلمش على حسني مبارك، احنا بنتكلم على رئيس مصر. سيكتب في التاريخ انه المندوب السامي الامريكي بعث لنا انذارا، فاهل المحروسه وافقوا على ان الرئيس يمشي بعد الانذار الامريكي. احنا عندنا نظام وطني في مصر وليس نظاما عميلا، واثبتت التجارب انه يحافظ على استقلال مصر، لابد من المحافظه عليه. تحدث عن أنه لديه معلومات موثقة عن أن مسلحين أجانب في ميدان التحرير. يعني هذه كانت دعوة لنسف في ميدان التحرير. معلوماتي التي أقولها على مسؤوليتي وأتحمل نتيجتها أيوة أنه ضبط، وهذا سيتم الكشف عنه، وهذا ليس كذب أو إثارة. ضبطت مجموعات غير مصرية في الأراضي المصرية موجودة في مكان الحادث بأجهزة اتصالات وبحاجات تثبت ووثائق أن هي مرسلة من الخارج. المذهل أن جزء منها عربي وجزء منها من دول أجنبية صديقة.
ووسط حماس الشباب اندست الكثير من العناصر غير الوطنية التي حاولت إلهاب الجماهير بأجندات خارجية. جه شخص كده أجنبي بشعر أبيض كده اداني يافطة بيضة، والله ده اللي حصل، وقال لي اكتب فيها ومحضر لي قلم في المصدر تخين نو مبارك. قالوا لي ان احنا من ايرلندا. ايرلندا ايه يا جماعه ماشيين بتعملوا ايه هنا؟ قالوا لي ان احنا ماشيين بنتمشى. شاف البطاقه بتاعته لقاها جنسيته ايراني. العديد من الوجوه المصريه كما ترون، وفي الوسط هناك ايضا وجوه اجنبيه. انا كنت دليده للحظه يعني الله يرحمها يعني. 61 منظمة بتسمي نفسها منظمة حقوقية مصرية بيقولوا نفس الكلام اللي بيقولوه الولاد اخواتنا اللي موجودين في التحرير، وبيقولوا نفس الكلام اللي بتقوله الولايات المتحدة الأمريكية واللي بتقوله فرنسا واللي بتقوله بريطانيا واللي أصبحت النهاردة كمان بتقوله تركيا واللي بتقوله إسرائيل. دي مش صدفة أبدا. لا مش صدفة، يعني واضح انها جهات كتيرة أجنبية بتتربص لمصر خاصة. الطعام والشراب وخيم الإيواء وسائل الإعاشة لهؤلاء المتظاهرين من كافة الجنسيات. بحمل التلفزيون المصري مش بس قتل المصريين في موقعة الجمل، لا بقتلهم على ايدين المصريين اللي خدعوا وافتكرونا إسرائيليين وافتكرونا عملاء. تمكنت وحدات الجيش الثالث الميداني المنتشرة بمحافظة السويس من إلقاء القبض على مهندس إسرائيلي يدعى توما خلال خلال تواجده بمنطقة حي الأربعين، حيث تقوم القوات المسلحة الآن بالتحقيق معه لمعرفة أسباب دخوله إلى مصر ووجوده في محافظة السويس في هذا التوقيت. أنبل ما فيك يا مصر كانوا شبابنا اللي عنده 18 سنة بيتقتل بسببه. ربنا يا رب يعني حسبي الله ونعم الوكيل. كن أنت الراوي الوحيد، لتكن حكايتك أنت وحدك، لا تدع الفرصة لغيرك لكي يقدم قصة مختلفة. افرض حصارك على الجميع بلا استثناء. السايت بتاع قناة الجزيرة الصفحة الرئيسية فيها كان عليها معا لإسقاط مصر. قناة الجزيرة القطرية في 60 داهية، لأن هذه القنوات لها أجندات، لها أجندات معروفة وبتحقق أهداف ناس أخرى. تمام. وسياسة قطرية، سياسة قطرية على أعلى مستوى وليست سياسة إعلامية. وأعتقد ليست قطرية فقط يا أستاذ خالد. طبعا لا، بتخدم على إسرائيل وبتخدم على إيران وبتخدم على حماس وبالتبعية طبعا بتخدم على حزب الله، وحزب الله بيخدم على سوريا وبيخدم على إيران. كانت تكال الاتهامات للجزيرة، كان هناك أمرا يبدو مدبرا ومبيتا بإلصاق التهمة بجهة أجنبية، ولهذا نجد أن الحديث كله كان عن أطراف خارجية وأجندات، وظهرت قصة الأجندات الخارجية، وبالتالي وجدوا في الجزيرة ضلتهم لكي يعلقوا في رقبتها هذه المسؤولية وهذه التهمة من وجهة نظرهم. رسالة وصلت من يوم 25. انتوا حاليا مش قاعدين لمصر، انتوا حاليا قاعدين ضد مصر، انتوا بتنفذوا ما تملي عليكم قناة الجزيرة القناة المأجورة. التلفزيون المصري كان يمارس أنماط انحياز بالغة السوء، ومن ضمن هذه الأنماط أنه كان يشيطن أداء بعض وسائل الإعلام العربية والعالمية وأيضا المحلية، وكان يعتبرها هدفا في حد ذاتها. سائق ويكيليكس: قطر تستخدم قناة الجزيرة لضرب الاستقرار في مصر. وزير الخارجية القطري وعد عددا من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين أنه بمجرد خروج المصريين للشارع فإنه سيكلف قناة الجزيرة بإثارة الفتنة بين المصريين. قصة ويكيليكس مكذوبة تماما، أولا لأن آخر وثيقة لويكيليكس كانت عام 2007، بينما لفق وزير الإعلام السابق قصة مختلقة مدبرة، وللأسف تورط معه فيها عدد من الفضائيات الخاصة التي تدور في فلكي، وهذا يبين كيف أنه تم تجيش كل وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الخاص لخدمة النظام السابق. تعرض فريق الجزيرة في الإسكندرية لاعتداء. قررت السلطات المصرية إغلاق مكتب قناة الجزيرة. الأوامر بقطع بث قناة الجزيرة.
تلقيت اتصال يوم 29 يناير من السيد وزير الإعلام السابق أنس الفقي يبلغني بأنه سيقوم بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القاهرة، وطلب مني تحديدا أن أبلغ هذا للإدارة العليا في الدوحة وأن أرد عليه. وأنا قلت له بصريح العبارة أن المكتب مغلق، كان قد قطع كل الاتصالات عن المكتب، الاتصالات الهاتفية الأرضية، خطوط الإنترنت، وأيضا قام في نهاية اليوم بقطع خط الاتصال بالأقمار الصناعية. نحن ليس لدينا محطة SNG محطة بث، نحن لدينا خط قديم جدا خط فايبر معروف باللينك بين القمر الصناعي من خلال شركة النايل سات، ولا يسمح لنا بغير ذلك.